هل فكرت في يوم ان الورق اللي عليه رسومات غريبة ممكن يكون بيتكلم عن مصيرك؟ وجوه ورموز والوان كأنها بتبص جواك مش عليك. النهاردة هنتكلم عن كروت التاروت، واحدة من اكتر الادوات الغامضة اللي استخدمها البشر في معرفة المجهول. لكن السؤال دلوقتي، هي جت منين وليه الرسومات دي بالتحديد؟ قبل ما ابدأ، استخدام الكروت دي عشان تعرف المستقبل هو حاجة محرمة ومش مسموح بيها، ولا يعلم الغيب الا الله. فيديو النهاردة هيتكلم عنها من ناحية تاريخها فقط. كتير من الناس بيفتكروا ان التاروت جاي من مصر القديمة او السحر الفرعوني، بس الحقيقة غير كده خالص. اول كروت تاروت ظهرت في ايطاليا في القرن ال15، وكانت مجرد لعبة ترفيهية للنبلاء، والرسومات كانت فنية اكتر من انها سحرية. لكن مع مرور الوقت ومع حب الناس لكل ما هو غامض، بدأت الكروت تاخد شكل مختلف لحد ما تحولت من لعبة إلى مرآة الروح. في القرن ال18 في فرنسا ظهر مفكر اسمه أنطونيو دو كيوبلين. قال إن رموز التاروت أصلها من مصر القديمة، وإنها بتحمل أسرار كتاب تحوت، الإله المصري للحكمة والسحر. والفكرة انتشرت بسرعة، والناس بدأت تستخدم الكروت مش علشان اللعب المرة دي، لأ، لكن علشان تعرف مصيرها. ومن هنا اتولد تاروت التنجيم اللي نعرفه النهاردة. كروت التاروت بتتكون من 78 كارت، 22 كارت كبار بيمثلوا مراحل الحياة والمصير، و56 كارت صغار بيمثلوا تفاصيل الحياة اليومية. ومن أشهر الكروت كارت الموت، ومش معناه موت فعلي، لكن نهاية مرحلة وبداية جديدة. كارت العاشقين يرمز للاختيارات أو العلاقات القريبة. كارت القمر ده بيرمز للغموض والأسرار واللاوعي. كارت العربة ده بيرمز للإرادة والسيطرة على المصير. كارت العالم وده بيرمز للاكتمال والنجاح بعد رحلة طويلة. وكل رمز في الكروت معمول بعناية، ألوانها واتجاه النظر حتى الخلفية كلها ليها معنى نفسي وروحي زي ما بيقولوا المنجمين. لكن النسخة اللي خلت التاروت ينتشر في العالم كله كانت سنة 1909. العالم الروحاني آرثر إدوارد وايت كلف الفنانة باميلا كولمان سميث برسم أول مجموعة كاملة بتعبر عن معاني الكروت بوضوح، والنتيجة كانت الكروت اللي احنا بنشوفها لحد النهاردة، واللي بقت النسخة الأشهر في العالم. والمثير ان باميلا استخدمت رموز دينية وفلكية وحتى من المسرح والأحلام. دلوقتي التاروت بيتقسم لاستخدامين. أول استخدام التأمل وفهم الذات، ناس بتعتبره وسيلة نفسية للتفكير بعمق. وتاني استخدام للتنبؤ أو قراءة الطاقات، وده الجزء الغامض اللي بيحبه الناس في القراءات الروحانية. الورق ده اللي بدأ كلعبة بقى دليل على ان البشر بيدوروا على علامات تطمنهم حتى لو كانت مجرد رموز مرسومة على ورق وأوهام. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستناني فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.